صفقة الزمالك تشعل غضب الأهلي. سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل النادي الأهلي اتجاه مسؤولي البنك الأهلي بسبب رفضهم التفاوض لبيع أسامة فيصل مهاجم الفريق إلى القلعة الحمراء، في حين دخلوا مفاوضات مع الزمالك من أجل التخلي عن أحمد ربيع لاعب الوسط. وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لكورة أن لغة العواطف والانتماءات لا يجب أن يكون لها دور في حسم الصفقات. وأضاف تفاوضنا لضم أسامة فيصل من البنك الأهلي، لكن المسؤولين أكدوا تمسكهم بجميع عناصر القوام الأساسي وعلى رأسهم فيصل وربيع لرغبتهم في المنافسة بقوة في الموسم المقبل. وأوضح احترمنا الأمر وتحركنا لضم محمد شريف في صفقة انتقال حر، لكن فوجئنا بمفاوضات الزمالك مع محمد العتربي رئيس البنك الأهلي والذي شغل من قبل منصب نائب رئيس الزمالك من أجل ضم ربيع هذا الصيف. وواصل هذا الأمر غريب ويجب التعامل باحترافية شديدة، وفي جميع الأحوال فإن الأهلي يحترم جميع الكيانات، لكن دون شك سيراجع تعامله مع مسؤول البنك الأهلي حال إتمام صفقة ربيع لصالح الزمالك.